السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وأنتم طيبين. بدأنا في تحضيرات العيد، نعمل أول حاجة من نواعم العيد وهو الكحك. نعمل الكحك على السخن، المقادير مظبوطة 100%. بجد حاجة تشرف، طعمه حلو جدا جدا. الناس اللي بتقولوا إن هو بيعمل حموضة، لا، جربي مقادير والطريقة بتاعتي إن شاء الله تاخدي أحلى نتيجة. بجد طعمه بيكون حلو جدا ومميز. وهقول لكم ازاي الرسمة كده تفضل ثابتة وما تروحش، شايفين؟ واخد التدوير المظبوط، يعني الكحك بيتكلم عن نفسه. وهنقول كل حاجة فيها بالتفصيل، ازاي تختاري الدقيق وازاي تشتري الملبن، وكمان الناس اللي بتسأل نستخدم حليب ولا مية، هقول لكم كل حاجة عنه بالتفصيل. بس كملوا الفيديو للآخر عشان فيه معلومات حلوة جدا. عايزة اقول لكم بيطلع ناعم ودايب وبجد حلو جدا، وفي نفس الوقت تقدري ان انت تمسكيها، ما تبقاش اللي هي بتمسكيها بتتكسر كده في نفسها، وفي نفس الوقت بتكون دايبة. حلو جدا. تابعينا في الفيديو ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي هنحضر مع بعض الحشوة عشان تكون جاهزة معانا. كيلو الدقيق بيحتاج نص كيلو ملبن او نص كيلو عجوة. انا هعمل كيلو الدقيق نص الكمية سيدة ونص الكمية حشوة الملبن، فاحتاجت ربع كيلو من الملبن. ولازم الملبن يكون نوعية كويسة عشان ما ينشفش معاكم في الحشوة. طب ازاي اعرف ان الملبن ده كويس؟ لما نضغط عليه نلاقيه طري معانا. لو لقيناه ناشف اوعوا تجيبوه. هضيف عليه معلقتين كبار من السمسم المحمص، اي كمية زي ما انت حابة، ملهاش مقدار معين. ونص معلقه صغيره من روح الموز، دي بنجيبها من عند العطار. عايزه اقول لكم بقى بتدي طعم حلو جدا جدا لحشوه الملبن، وريحتها تحفه بجد. بعجنها كويس جدا لحد ما تبقى عامله معايا كده زي العجينه. وزي ما انتم لاحظتوا انا مش هحط سمنه ولا اي حاجه علشان الحشوه متنشفش معاكم. ناس كتيره قوي بتشكي بتقول ان حشوه الملبن بتنشف معانا، ما تضيفلهاش سمنه. كده كده الكحك بيكون فيه كميه حلوه من السمنه، فمش هنحتاج ان احنا نحط لها سمنه. ببل ايدي بمسحه خفيفه كده من السمنه وابتدي ان انا اعمل كرات صغيره. اهم حاجه ما تكبرهاش علشان لو هي كبيره هتلاقوا الكحك وهو بيستوي الحشوه طلعت منه والكحكايه فرقعت، فبيكون حجمها صغير. طب لو انت عايزه تستخدمي عجوه يبقى تجيبي عجوه مفرومه جاهزه، بس تكون نوعيه كويسه. وتضيفي لها معلقتين كبار من السمسم ورشه قرفه اختياري. ما بحطلهاش سمنه برضو ولا اي حاجه، وابتدي ان انا امسح ايديا كده بالسمنه وابتدي اكورها زي الملبن. ودي كده كل الكميه. تعالوا بينا نتكلم شويه على نوع الدقيق عشان ده مهم جدا لنجاح الكحك. ناس كتيره بتيجي تعمل الكحك بتقولي ان الدقيق بيطرد السمنه، ده عشان استخدمتي نوعيه دقيق مش كويسه. انا هنا معايا دقيق اسمه حبوبه، بيكون مكتوب عليه استخراج 72% دقيق فاخر، دقيق لجميع الاغراض، وزنه كيلو جرام. وما ينفعش ابدا نستخدم الدقيق المخصص للكيك او دقيق مخصص للمخبوزات. لازم يكون مكتوب عليه دقيق لجميع الاغراض. طيب في دقيق مخصص للكحك والبسكوت تقدري ان انت تستخدميه، بس بصراحة سعره عالي جدا. واي نوع دقيق مكتوب عليه دقيق لجميع الاغراض هيشتغل معاكي وهيكون حلو جدا جدا. ومش لازم ابدا نفس النوع اللي انا مستخدماه، المهم يكون مكتوب عليه دقيق لجميع الاغراض. وهوريكم في الفيديوهات الجاية ان شاء الله ان انا هنوع في الدقيق، بس اهم حاجة يكون مكتوب عليه دقيق لجميع الاغراض. اهم حاجة لازم انخل الدقيق كويس جدا. كل نواعم العيد يا جماعة لازم ان هي تتنخل كويس جدا. هحط عليه اقل من ربع معلقة صغيرة من الملح، يعني رشة كده من الملح، ما كترش الملح عشان الكحك ما يحدقش معاكي. ومعلقتين كبار من السمسم المحمص، وهبتدي ان انا اقلبه مع الدقيق. لو هتستخدمي سمسم ني يبقى اعملي حفرة كده في الدقيق وحطي السمسم الني عشان لما نيجي ننزل عليه بالسمنة السخنة ياخد تحميصة شوية. بعد كده هحط، يعني بصوا، ربع معلقة صغيرة من ريحة الكحك، دي بنجيبها من عند العطار، ما كتريش عن كده. وهحط نص معلقة صغيرة من روح الموز اللي حطيناه في حشوة الملبن، بتدي طعم حلو جدا جدا للكحك. وانا كنت عملتها معاكم كده السنة اللي فاتت. لو انت هتستغني عن روح الموز يبقى حطي نص معلقة صغيرة من ريحة الكحك. بس انا عشان حطيت نص معلقة صغيرة من ريحة الموز فحطيت ربع معلقة صغيرة من ريحة الكحك. والمقادير هسيبها لكم كلها في صندوق الوصف بالكوباية وبالجرام. بقلبهم بقى كويس. معايا 550 جرام من السمنة، ده لو عايزة الكحك ناعم معاكي. لو عايزاه متوسط يبقى 500 جرام، وما تزوديش عن ال 550 جرام، المقدار ده مظبوط جدا. واي نوع سمنه تقدري ان انت تستخدميه، سمنه بلدي او سمنه نباتي، او تخلطي الاتنين مع بعض، نباتي على بلدي زي ما انت حابه. والسمنه لما بيكون لونها اصفر تدي لون الكحكيه حلو قوي، لكن لو السمنه بيضه عادي جدا.
ما يجراش حاجه، بس اللون الاصفر للسمنه بيخلي الكحكايه كده معاكي واخده لون اصفر حلو. ما ينفعش ابدا الكحك نعمله بزبده، لازم سمنه. ونصيحه مني، بلاش ان انتوا توزنوا السمنه بالكوبايه، اي كوبايه حتى لو معياريه، المقدار مش هيطلع معاكي مظبوط. خدي السمنه وروحي عند العطار وقولي له وزني له 550 جرام من السمنه، هيوزنها لك عادي جدا. على فكره انا كنت بعمل كده قبل ما اجيب الميزان، والافضل ان الميزان يكون عندك، لان كل نواعم العيد بيكون افضل ان انت تستخدمي الميزان، بالذات في الزبده او السمنه. بعد كده هبتدي ان انا اخد السمنه واسخنها كويس جدا، مش بقدحها بقى لدرجه ان الدخان يطلع، لا، مجرد ان هي تسخن، بس تسخن كويس. بحطها على الدقيق وبالمعلقه ابتدي ان انا اقلب لحد ما الاقي الدقيق اتشرب معايا كل كميه السمنه زي ما احنا مش شايفين. اوعوا تعملوها بايديكم لان السمنه بتكون سخنه جدا والعجينه كمان بتكون سخنه. بقلب كده لحد ما اتاكد ان الدقيق خلاص اتشرب كل كميه السمنه. بسيبها بقى لحد ما تبرد وهبتدي ان انا ابسها. اهم خطوة في نجاح الكحك عملية البس. ناس كتيرة ما بتبسش الكحك كويس، فوهي بتشتغل بتقول ان الكحكية بتبقى عايزة سوائل ناشفة، مش بتلم معانا كويس، بتشقق، ده عشان ما بستيش الكحك كويس. كل ما هتبس الكحك كل ما هتاخدي نتيجة افضل. يعني الكحك مفهوش اي حاجة صعبة، مقاديره سهلة وبسيطة، وكمان طريقة النقش مفيش اسهل منها. فكل الخطوة اللي هتنجح معاكي الكحك هي عملية البس. شايفين انا ببس ازاي؟ باخد العجين وما بين ايديا الاتنين ابتدي ان انا ابسها. كل ما هنبس اكتر كل ما هتلاقوا ان العجينة معاكم ناعمة، مش هتحتاج سوائل زيادة عن اللي احنا هنقول عليه. وانتوا بتشكلوا هتلاقوها ناعمة معاكم، مش بتشقق ولا اي حاجة. بجد جربوا الطريقة والنصايح اللي انا بقولكوا عليها والمقادير، هتاخدوا احلى نتيجة للكحك السنة دي ان شاء الله. والكحك مش بخمره، مجرد ان انا بعجنه بشكله وبسويه على طول، لان دلوقتي الجو حر فمش هنحتاج ان احنا نخمره، مجرد ان احنا بنشتغل فيه هو هتلاقوه خمر مع نفسه. لكن في الشتاء بتريحيه 5 دقايق. شايفين الكحك سهل جدا وبسيط ومفهوش اي حاجة، بس اعملي نفس المقادير وان شاء الله تاخدوا احلى نتيجة. ودي اهم خطوة. ببس لمدة قد ايه؟ لمدة 10 دقايق. لو انت عندك عجان تقدري ان انت تعمليه في العجان طبعا بيكون اسرع، بس لو مفيش عجان بنعمله بايدينا وعادي جدا. هبس بقى كده لمدة 10 دقايق وبعد كده نشوف الخطوة اللي بعد كده. بعد ما بسيت العجينة بغطيها وبسيبها على جنب لحد ما احضر الخميرة ونختبرها، مش بيحصل لها اي حاجة. وده النوع اللي انا بستخدمه، اي نوع خميرة فورية تقدري تستخدميه، بس الاول بنجربه عشان لا قدر الله لو مش شغالة ما تبوظلناش باقي المقادير. هاخد معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية، ولازم تكون ممسوحة زي ما احنا ما شايفين كده، ما تملهاش وتتوصي بيها علشان النقشة معاكم ما تروحش. الناس اللي بتشكي بتقول ان الرسمة معاهم بتروح عشان بيحطوا خميرة وبيكنج باودر، او بيحطوا الخميرة بنسبة كبيرة. جربي المقدار ده ان شاء الله الرسمة معاكي مش هتروح وهتبقى حلوة جدا زي ما شفناها مع بعض في اول الفيديو. ومعلقتين كبار من السكر البودرة، وما تكتريش السكر البودرة علشان ما ياخدش لون من تحت بسرعة وتكون الكحكاية لسه مستوتش. معايا 200 ملي من المية الدافية، وتكون اقل من الدفان شوية لان دلوقتي الجو حر، فانا مش عايزاها تخمر بسرعة وهي شغالة كده في العجين علشان النقشة ما تروحش. وبقلبها كويس جدا وبغطيها وبسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر. بعد ما خمرت معايا الخميرة هبتدي ان انا احطها على العجينة. نعرف ازاي ان الخميرة شغالة لما الاقيها عملت فقاعات من على الوش. ولما قلت لكم ان انا استخدمت 200 ملي من المية الدافية، يعني كوباية من الكوبايات المعيارية. هتحسوا في الاول ايه ده، دي المية كتيرة، لا، ابتدي ان انت تلمي العجينة هتلاقيها شربت كل السوائل دلوقتي. والعجينة مش بنعجنها، احنا بنلمها بس كده زي ما احنا مش شايفين، لان انت لو عجنتيها هتعملي لها عرق والكحك هيطلع معاكي ناشف. انا ما حبيتش افصل الكاميرا عشان تبقوا شايفين كل حاجة قدامكم. في ناس بتقول ايه الفرق بين الحليب والمية؟ لو انت عايزاه يقعد معاكي فترة اطول ويكون انعم استخدمي المية، بيديله عمر اطول. لكن لو مش هتقعديه كتير وعايزاه فيه سنة خرفشة استخدمي حليب. لكن الطعم انا بحس ان الاتنين نفس الطعم، مفيش فرق يعني اللي هو كبير قوي. لميت كده العجينة زي ما احنا مش شايفين، وزي ما قلت لكم مش بنعجن ولا اي حاجة. اول ما هلاقي ان العجينة شربت السوائل هوقف تقليب. هبتدي ان انا اختبر العجينة، باخد قطعة من العجينة واكورها وبضغط عليها من النص. لو ما شققتش كده زي ما احنا مش شايفين بسم الله ما شاء الله، يبقى هي مش محتاجة اي حاجة، ده عشان المقادير مظبوطة وان احنا بسيناها كويس. طب لو لقيتيها شققت معاكي ضيفي لها معلقتين بس من المية وابتدي ان انت تلميها
وخلاص على كده. بس ان شاء الله تطلع معاكي مظبوطه. بغطيها وابتدي ان انا بقى اشكل زي ما قلت لكم، مش بخمر ولا اي حاجه. حجم الكحك الصغير 20 جرام، الكبير 25 جرام، بس انا عملته 20 جرام. كان بالنسبه لي حلو جدا. حضرت الصواني الالومنيوم، مش بندهنها ولا اي حاجه، ودي احلى تسويه ان انت تسوي فيها. بيوزع الحراره حلو جدا، ولون الكحكايه بيكون موحد. وزي ما شفنا كده الكحكايه لما بنيجي نقطعها مش بيكون لها عرق، بتتقطع على طول، يبقى كده العجينه معاكي ممتازه. باخد بقى قطعة من العجينة ولازم اكورها كده ما بين ايديا لحد ما تنعم معايا. وهي على الصينية هبتدي ان انا اشكلها بالبصامة. شايفين بسم الله ما شاء الله، ولا شققت ولا اي حاجة. ما ينفعش ابدا ان انت تقولي انا هكور كده كل العجين واحطه في الصينية وفي الاخر اعمل بالبصامة. كحكة هتشمع معاكي، ولما تيجي تبصميها هتلاقيها بتشقق. لازم اول ما نعمل واحدة نعمل بالبصامة على طول. العجينة ممتازة، بس اهم حاجة كوريها كده شوية بين ايديك لحد ما تنعم. لو انت عايزة تعملي بالبصامة وتحشيه عجوة او ملبن براحتك زي ما انت حابة. بعمل بقى كده كل الكمية على ما تاخد بقى الصينية، وهقول لكم لسه على التسوية. شايفين ومفيش اي كحكاية مشققة. ودلوقتي هننقش الكحك اللي هنحشيه بالملبن. جبت قطعة من العجينة وكورتها، بعمل لها تجويف وبحط عليها الملبن، وبقفل عليها كويس جدا عشان ما تطلعش بره الحشو، وابتدي ان انا ابططها كده تبطيط خفيفة. شايفين ما شاء الله العجينة بجد هي لوحدها ملبن، يعني العجينة تتاكل ني. هعمل معاكم كده كام رسمة، ممكن تعملي رسمة واحدة، لا هوريكم كام واحدة وانتوا تعملوا اللي انتوا عايزينه. بعمل في نص الكحكاية كده خطوط بالطول وعكسها بالعرض. يعني هنعمل خطوط طول وعرض عكس بعض، الناحية اللي نعمل فيها بالطول هنعمل قصادها بالعرض. بعد كده هعمل داير ما يدور الكحكاية علشان الشكل بتاعها كده يبان وتكون حلوة. شايفين سهلة جدا، وفي الاخر الشكل بيكون حلو. هعمل معاكم واحدة تاني بعمل كده طريقة الزائد، بس دي رسمة تانية، وفي كل ربع بعمل زي رقم 8. وبرضو هعمل داير ما يدور الكحكاية. يعني هي طريقتها سهلة جدا، مش صعبة خالص. ده كده بيكون شكلها. هعمل معاكم اخر رسمة، بعمل كده خطين بالنص الكحكاية بالطول، وبعمل بقى في كل جنب كده بخطوط بالميل. وبرضو هعمل داير ما يدور الكحكاية، وهقول لكم على التسوية دلوقتي. وده كده الكحك بسم الله ما شاء الله بعد ما استوى. شايفين شكله عامل ازاي؟ الرسمه ما راحتش ولا اي حاجه، زي ما دخلناه زي ما طلعناه، بس نفش حاجات بسيطه. وواخد كده الدايره مظبوطه بجد، يعني الكحك بيتكلم عن نفسه. تعالوا بينا نقول على التسويه. تسويه الكحك الساده على درجه حراره 160 او 170 لمده 30 35 دقيقه. انت بقى تتابعيه في الفرن، اهم حاجه ياخد لون كده حلو من تحت، ما تطلعوش لونه فاتح علشان يقعد معاكي وما يبصش. ما بشغلوش الشوايه، لان بحس ما بشغل الشوايه على الكحك بيبقع كده اللون وما بيكونش اللون موحد. ده كده بالنسبه لكحك الساده. طب بالنسبه لكحك المحشي بندخله على درجه حراره 180 من 20 ل 25 دقيقه، وما تكتريش عن كده عشان الحشوه ما تنشفش معاكي. ليه 160 على الكحك الساده؟ علشان بيبقى كله عجين، فاحنا عايزين ياخد سوا براحته. لكن الكحك المحشي بتكون طبقه خفيفه من العجين فهتستوي على طول. عايزه لكم الملبن حلو جدا جدا، ولا نشف ولا اي حاجه، وريحه الموز. وبصوا عامله شغل عالي في الكحك. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. انا مش هحط بقى سكر دلوقتي ولا حاجه عشان لسه بدري على العيد. انت حطي السكر ساعه التقديم، عشان لو حطيت السكر الكحك هيشرب السكر وهيكون شكله مش حلو. هتحتفظي بيه ازاي؟ هاتي اي علبه محكمه الغلق او صاج، وابتدي ان انت ترصي الكحك، وما بين كل رصه ورصه بتحطي كيس وبتقفليه كويس جدا. بس كده مش اكتر. ده كده كان الفيديو النهاردة. أتمنى يكون فيديو الكحك عجبكم. قلنا فيه كل تفاصيل عشان ينجح معاكي ويطلع بالشكل التحفة ده. أتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم فيه ايه. بجد الكحك مقاديره سهلة وبسيطة، جربوها هتنجح معاكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.